رحلة حرة بودكاست بيخلق مكان آمن وبسيط نرجع فيه علاقتنا بروحنا بسلام، مكان بيتقابل فيه العلم والإنسانية مع العلاج والتأمل والفهم مع الراحة النفسية. كل يوم 2 الساعة 6 هتشاركوني أنا دكتورة كريمة خطاب، معالج نفسي، مع بنتي وصاحبتي المهندسة المعمارية ندى سمير. النهاردة كنت عايزة أتكلم معاكم على حاجة لطيفة قوي. المثالية مرض أم عرض؟ إيه رأيك يا ندى؟ إن الواحد يبقى بيرفكت دي حاجة كويسة ولا مش كويسة؟ ما اعتقدش انها مرض، بس اكيد هي عرض للمقارنات، لان احنا محتاجين طول الوقت نبقى أحسن بنسابق على حد. حاجة. بالظبط. بس ما اعتقدش انها مرض يعني. أنا معاكي، هي مش مرض لكن عرض لضغوط مجتمعية، الأب والأم والمجتمع، ومين بيجيب 100% ومين لازم يجيب 10/10 ولازم نبقى احنا أعلى حد في الدنيا. المشكلة هنا يا ندى إن أنا مش كفاية، أنا عايزة أبقى أحسن حد. والحقيقة الفكرة دي فكرة غير صحيحة على الإطلاق. البني آدم اللي حاطط نفسه طول الوقت تحت ضغوط المجتمع عايزني ايه؟ المجتمع ده بقى ابويا، امي، المدرسة، الجامعة، جوزي، معرفش، اخواتي، صحابي، لازم انا اعمل كل حاجة كويس، كل الناس تتسند عليا، عيب ما اقولش انا محتاج. المشكلة هنا ان بعد شوية بيبقى ده طلبي انا من نفسي، يعني المجتمع بيطلبه، انا كنت صغير وبحققه، لكن دلوقتي احنا ليه عايزين نبقى احسن حد، اغنى حد، اشطر حد؟ اشطر بالنسبة لمين؟ اللي انتي قلتيه ده، المقارنة. هو لو حد قارنك بحد بتحسي بايه؟ ما اعرفش، غالبا معظم الوقت بحس ان المقارنة مش عادلة، يعني لان اكيد ظروفنا مختلفة. بتحسي بايه؟ يعني ما اقدرش اقول ان انا شخصيا كنت بتقارن بصراحة. بس كمان انا بحط على نفسي بريشر ده بتاع المثالية على كبر يعني. لكن انا شخصيا ما بحسش بده، بس ممكن اتوقع عليه الناس. يعني انا حاسه ان صحابك. بس بالظبط. بس قصدي ان انا حاسه ان احنا واحنا صغيرين فعلا التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، كذلك الحاجات اللي بتتربى جوانا دي اكيد من صحيح. وهي صغيره بتلزق. صحيح. ف... فممكن علشان احنا بنتقارن طول الوقت، ودلوقتي عشان السوشيال ميديا احنا literally بنقارن بعض طول الوقت. وعايزة افتكر الراجل المحامي بتاع الطلاق اللي أنس بوخش كان مستضيفه قبل كده، مش فاكرة اسمه، بس كان بيقول انه السوشيال ميديا هي بالظبط عكس العلاج النفسي، لانه العلاج النفسي طول الوقت بيحسسك ان انت كفاية. السوشيال ميديا بيحسسك ان انت لا، انت مش كفاية، بس انت لو جبتي المكوة دي هتبقي كفاية. اه. لو فهمتي ف... ف... الشامبو ده هتبقي كويس، كفايه. لو سمحتي حط لنا اللينك ده بعد الحلقة دي. هحط اللينك وتقدروا تبصوا عليه. انا يعني عموما مش ممكن اتفرج على حاجه ساعتين او كده، بس حقيقي الراجل ده كان بيتكلم كلام انترستنج جدا، وعلى عكس اي حد امريكي دمه كان خفيف بجد. اه. حلقه ظريفه. طب كويس قوي، لان اللي انت بتقوليه ده بقى ما يطلق عليه بالصراعات. يعني الناس بتضغط عليا بافكار، الافكار دي بتخليني انا اتبناها، وبالتالي ببتدي اسعى اني افعلها، ابقى انا احسن درجات، ابقى انا احسن موظف، ابقى انا احسن معرفش، احسن وخلاص. واحسن في الشكل، احسن في بالظبط. الفلوس، احسن في مش عارف ايه، حتى لو انا مش محتاج ده. بالظبط انا معاكي. طب ده بيعمل ايه؟ بيعمل عندنا يا ندى ما يطلق عليه بالكونفليكتس او الصراعات الداخليه. الصراعات، اعمل ولا ما اعملش، انا كفايه ولا لا، ولو عملت اندم ولو ما عملتش اندم. دي حاجه بنسميها الثنائيه الوجدانيه، اللي هو لا بحبك ولا بقدر على بعدك. فبفضل طول الوقت ما عنديش قدره على القرار لنفسي، تصدقي؟ طيب انا ما عنديش قدرة على القرار لاني ما اقدرش، ولا لاني خايف لا يطلع غلط بمفهوم المجتمع؟ الحقيقة اي صراعات يا اما نواجهها يا اما نتخلى عنها، يا اما الاستعانة بصديق. يعني ايه نواجهها؟ يعني اقول لنفسي، هو انت عايزة تدخلي في الصراع ده؟ انت فعلا عايزة تحطي احسن ميك اب؟ انت فعلا عايزة تلبسي احسن لبس؟
انت تعرضتي لده يا ندى؟ يعني كنت حاسه ان انت لازم تبقي احسن حد؟ لا، ما اعتقدش ان انا اتعرضت لده خالص، بس اصحابك اللي تعرضوا لده لو حد بيحكي لك يعني؟ اكيد. ايه بقى؟ انا بتعرض لحاجات تانية برضو، مش اللي هو علشان انا حياتي بيرفكت، بس قصدي بتعرض لحاجات تانية. صحابي طبعا، يعني خصوصا الناس اللي عندها اخوات مثلا طول الوقت بيتقارنوا بعض جوه البيت، ولسبب لا يعلمه الا الله الناس طول لا، الوقت وبنت خالتك وبنت عمتك وحاجات كده whoever. يعني. بالظبط. اه حتى في الجوازات، في الفاميليز الاكبر، في العائلات الاكبر اللي هي بتبقى العيله كلها قاعده مع بعض كل ويكند، رمضان ايا كان، الناس طول الوقت بتقارن بعض. وساعات بسمع حاجات اللي هو انتوا ازاي بتكلموا بعض كده؟ يعني ازاي في حد ممكن يقول لحد انت تخنتي، انت رفعتي، انت عملتي؟ يعني معلش انا اسفه، الكلام مش هينفع يتقال على الهوا، بس يعني وانت مالك يا طنط؟ ما اتجوزتيش، ما خلفتيش، وهنفرح بتقبضي بيكي، هنزعل كام؟ بيكي، هنعمل ايه؟ وبعدين طول الوقت في سباق في الحياه، اللي هو انا مش هنفرح بيكي، طب انا اتجوزت اهو متنكده. طب مش هنجيب عيال، لا اله الا الله. طب اوكي جبنا عيل، طب مش هنقوي، لا اله الا الله. وانا بسابق مين بالظبط؟ بسابقك انت يا طنط، ما انت ما عملتيش حاجه في حياتك. بالظبط. انا طيب مش فاهم ده بيحسس اي حد بيتعرض ليه بايه؟ خدي بالك انا بركز على المشاعر. بتحسي بايه لو انت اتعرضتي ده، او صحابك بيقولوا لك بتحسي بايه؟ هي بصراحه حتى وهي بتحكي لي انا بحس ان انا يعني frustrated، يعني هطلع من هدومي، مش معقول في محبطه، غضبانه، بالظبط. بالظبط كده. طيب اواجه ده باني اقول لها من فضلك ما بحبش حد اتكلم في ده، ولا ما اقعدش في القعدات اللي بتجيب لي النكد، ولا ابتدي اتعامل عن ان ده موضوع انا ماليش فيه؟ لان احنا امتى بنتاثر؟ لما بيكون الموضوع عندي انا. انتي ما اتجوزتيش ليه؟ ما انا فعلا حاسه اني متاخره. فالحقيقه انا عايزه في الرحله دي النهارده ان احنا نشوف هو الضغط من برانا ولا من جوانا. بس عايزه اقولك على حاجه، انا اسفه ان انا بقاطعك. لا لا ابدا، اتفضلي. بس مثلا انت في الحاله دي لو انت قلت لها او قلتي له او كذا كذا كذا، ما تقوليش كده لو سمحتوا، ده مثلا انت كده بتتعدي على حدودي، او هيبقى بيتقال ان انت اللي واقع عشان انت بتكلمي حد اكبر منك بالطريقه دي، مع ان هي بتنفيد البرايفسي بتاعتك وحياتك بشكل في منتهى الوقاحه اكشلي. بس في المجتمع، انا ما بقولش في مصر بالمناسبه، في اي حته من المجتمعات اللي هي العيله كلها والاكستندد فاميلي حاجه مهمه، يعني هيعتبر انه انت اللي واقعه، مش العكس لما تردي على الناس. عشان كده كل واحد بيسيب في نفسه وبيسكت. هو ده. انتي صورتك عند نفسك ايه؟ خدي بالك احنا في 4 محطات فاتوا في الرحله الحره، احنا قلنا هو انتي نفسك ولا لا؟ انتي تستحقي ولا لا؟ انتي بتعرفي تقولي اعتزل ما يؤذيني ولا لا؟ عشان كده احنا النهاردة في المحطة ال5 في الرحلة الحرة بنقول يا جماعة، هو انا لما بتوجع هو الجرح عندي، فاحنا محتاجين نصلح او نعالج جروحنا. ما هو انا لو قلتلك يا معلن خضرة وانت عينيكي مش خضرة، هتعملي ايه؟ مش هتأثر اكيد، لان انا بالظبط، عارفه انه ده هتضحكي، هتقولي ده كلام فارغ. فلو سمحتوا احنا بنتأثر من اللي بيتقال برانا لما احنا بنعتنقه، لما احنا بيبقى رأينا كده في نفسنا. اوكي، يعني انت رأيك ناخد وقفة مع روحنا عشان نشوف احنا اتضايقنا ليه من التعليق ده، او اتضايقنا ليه من الفعل ده او كده، عشان نشوف هي مشكلته ايه جوانا احنا الاول. بالظبط كده، بالظبط كده، برافو عليك. انا بحاول بس يعني افهمها بطريقه شعبيه زي يعني لا لا، انا دي مش شعبيه، بالعكس ده هو ده الكلام اللي انت تقدري فيه تتعاملي مع اللي انا بقوله علميا بطريقه انسانيه عاديه طبيعيه. وده الهدف من الرحله الحره بتاعت كريمه وندى، ان احنا يبقى بينا حوار اجيال. يا بنتي احنا محتاجين ان انا اللي افهمك، ان وانتي كمان تفهمي اللي انا بقوله كحد اكبر منك، بالاضافه لتجربتي وخبرتي مع كل العملاء اللي عدوا عليا. احنا عايزين نلجأ لمين بقى؟ يبقى احنا اتكلمنا اواجه نفسي الاول. طيب اتخلى عن الصراع؟ ممنوع يا جماعة نتخلى عن الصراع. اما بنعمل فيه ايه؟ بمعنى ايه بمعنى ايه؟ يا اما احاول اغير، او اقبل، او
اهمش. اجيبه على جنب، اهمشه. برافو عليك. اهمشه ازاي؟ يعني ما افكرش فيه، ما هوش بؤرة اهتماماتي. انا ههتم باللي يكبرني، باللي يطمني، باللي يحببني في روحي واخليها اكثر صحة، مش اكثر جودة، مش اكثر بيرفكشن، مش اكثر كمالية. طيب انا ما قدرتش اروح فين؟ يا اما اروح لصديق، او اروح للاي اي اسال شات جي بي تي، وده طبعا معظمكم بقى يعمل كده، او اني اروح لمتخصص نفسي. هل الصديق ممكن يديني اجابه؟ تفتكري اصحابك ممكن يدوكي اجابه؟ على حسب الاصحاب، يعني الاصحاب برضو كاتيجوريز. بس في صحاب بيبقى كفايه ان انتي اصلا تتكلمي بصوت عالي معاهم، وفي صحاب طبعا سبورتيف جدا، يعني مش حلو قوي. هيحتاجوا فاذا في اصحاب امنا أمنا. وموثوق فيهم، وفي اصحاب داعمين، بس في النهايه بيبقى يا ندى ان كل حد هيقول وجهه نظره بتركيبته هو، وهيتأثر بيا اكيد. في النهايه هيقول رؤيته الخاصه بسين او صاد او اكس. بس انتي ندى، محدش ندى الا انتي، بتركيبتك بتربيتك بكل الكلام ده. يبقى مهم ان احنا، لا صاحبي ممكن يقول رأي بس ما اقدرش اتبناه، واحنا اتفقنا قبل كده القرار لابد ان يكون من نفسي، تبع قدراتي، مش المفروض، مش اللي مكتوب في الكتب، اللي انا احتمله. بدليل ان في ادويه تمشي مع ناس وناس لا، كيمياء اهي. بيبقى عندك حساسية من دواء، انا ما عنديش حساسية من بالظبط نفس كده، الدواء، برافو وهكذا. عليكي. طيب هل الاي اي يحل؟ ما هو الاي اي زي الصديق بالظبط، ما بس هو يعرفش بقى انت مريب مين. شوية دلوقتي. لا من غير عايزين فعلا هيقول لك حاجات كويسه حتى اللي بيشتركوا في الاي بس اي. هيسحب كل معلوماتي، بس ما علينا، يعني ده سيبك من موضوع شائك. المخاوف التكنولوجيه دي. مم. هيقول لك حلول، بس حلول مكتوبه في الكتب، انت ما انتش في الكتب. انت متفرده. كل واحد فينا، وعلى فكره يا جماعه احنا مش بس متفردين طول عمرنا، لا، احنا كل مرحله من عمري تبع التجارب والخبرات والوجع والفرح بنتغير. يعني انا متفردة في كل مرحلة من حياتي مقارنة بنفسي انا، بالظبط مش كده، بحد تاني. بالظبط كده، برافو طيب عليك. عايزة اسألك سؤال، علشان الحلقة قربت تخلص دلوقتي. في الاول خالص انتي سألتيني هو المثالية عرض ولا مرض؟ انتي رأيك هي عرض ولا مرض؟ يعني الكونكلوجن بتاع ده ايه؟ اولا هي عرض لمجتمع وضغوط، وعرض لضغطي انا على نفسي. بتتقلب امتى تبقى مرض؟ بالظبط. لما يبتدي اسلك سلوك مثالي ومعرفش اوصل له، فبيجيلي اللي انت قلتيه، الاحباط، صورتي عند نفسي بتقل، احساسي بالقيمة، انا مش قادر اوصل، انا فاشل، انا مش نافع، فيبتدي صورتي عند نفسي تتهز لاني مش طايل اعلى درجة، سواء المجتمع حطه او انا حطيته، فهو عرض لضغوط. بيتقلب مرض لما ابتدي دايما بحس ان انا مش كفاية، فبتجيلي الاعراض النفس جسمية. طب وهو الاعراض النفس الجسميه ده ده عرض عضوي، هل ممكن يقلب بمرض كمان طبعا. نفسي مش بس طبعا عضوي؟ امراض المناعه كلها قلق عالي. ما هو انت لما بتبقيش كفايه ايه اللي بيحصل؟ بيفرز هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر والقلق، وجسمك دايما بيكون ريدي. يعني الطبيعي لما بنجري بنقعد نرتاح، الجهاز العصبي بتاعنا ما بيرتاحش لانه طول الوقت بيتسابق امتى اوصل، مفيش خط نهاية. مين بيحط خط النهاية؟ انتي. علشان كده ان شاء الله في الحلقة الجاية هنتكلم على الاستعانة بآخر، اللي هو التالت بقى، نفسيا، طبيب نفسي ولا محلل نفسي ولا اخصائي نفسي ولا معالج نفسي ولا لايف كوتش او تنمية بشرية. استنونا ان شاء الله الحلقه الجايه زي ما اتفقنا يوم الاثنين الساعه 6 علشان نكمل حوارنا مع كريمه وندى. باي باي.